I can't find it. It doesn't seem to be on any of these stations. Keep looking. Oh, you're going too slow. Let me take the wheel. It's too fast. How could you even tell what's on? I can tell. Too late. I'm in the 40s. Gotta go around the horn. It's faster. مبدئيا كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشالنجرات الساحة عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وكويسين. بص بقى، انا مش جاي النهارده بقى اتكلم عن الثلاث حلقات الاخرانيين والشغل ده ويجي واحد يطلع لي من تحت الارض ويقول لي يا زرعة يا فين المراجعة؟ دي مش مراجعة يا اسطى، انت بتحكي. يا بصراحة انا كنت عايز اعمل مراجعة بس لقيت نفسي بحكي، فاهم؟ انا ما كانش قصدي ان ان هي تتقلب من لسرد بدل ما هي مراجعة. بص انا مش بتاع الكلام التقيل ده، انت عارف انا ايه ودماغي عاملة زي البطيخ. When I was a kid, me and my sister, we played a game where we pretended to chase monsters away. You've got a good heart. Don't ever lose it. No matter how the world tries to break you, protect the family. مبدئيا اول حاجة السيزون التاني مش احسن حاجة لو هنقارنه بالسيزون الاول. يعني السيزون الاول كانت تحس ان هو كان مدي لكل حاجة حقها شوية. يعني كان انا مش عارف اوصفها ازاي، انا ما بعرفش اتكلم جد، لما بتيجي معاه بجد احس ان انا بهطل. عموما هو كان مدي كل حاجة حقها. يعني في بداية الشخصية وده عمل ايه وده عمل ايه وده عمل ايه وتك تك توك وتخ والشقلب وتنطط وبتاع. كان في كده، فاهم؟ يعني بتتفرج كده على تحفة فنية. السيزون التاني اكيد يعني لا يقل عن السيزون الاول في الرسم، الموسيقى، كل حاجة دي تحفة، ودي حاجة كل الناس ما مفيش حد يختلف عليها، واللي يختلف عليها يبقى حمار وما بيفهمش. كل حاجة زي ما هي، الرسم جميل، كل حاجة جميلة، بس تحس ان السيزون التاني في احداث، حاجات حصلت كتير كان ممكن تديها وقتها عادي او ما تعملهاش او ما تتكلمش عن، يعني حاجات كتير كان ممكن اللي هي تديها 3 4 5 6 حلقات تاني. اللي هو فاهم، انت جيت عملت لي 9 حلقات، عارف انت عامله زي ايه؟ معاهم مشروع عايزين يخلصوه، معهمش غير 9 حلقات. زي ما انت كده تيجي ليله الامتحان معكش غير يومين بس لازم تذاكر المنهج كله، فانت بقى بتحشر اي حاجه. هما كده بالظبط. يعني حلقه الحرب دي هم لسه بيتكلموا، فجأة واحدة الحرب بدأت ولقيت لك ده بيحارب وده راح داخل وده راح هناك وده جاي من هناك وده بيشقلب وده بيعمل ده مات ده صحي. ايه ده؟ يعني كل ده مرة واحدة كده، كل ده حصل مرة واحدة كده. لقينا أمبيسا جايبة وورويك وجايين وداخلين مش عارف ايه والكورة وبتاع. ايه ده طيب؟ عارف انت لما تبقى قاعد كده مرة واحدة تلاقي ايه ده؟ حرب هوب تشك اتنين. ظهور عيشة برضو، معرفش انا بنطق اسمها صح ولا غلط بس مش تفرق، يعني انتوا عارفين انا بنطق اسماء اي حاجه غلط. ظهرها لي حلقتين 3 الناس تتعود عليها، موتها الحلقه اللي بعديها عشان نقدر نخلي جينكس ترجع تاني تتروش ما ممكن ندي لكل حاجه حقها وندي لكل حاجه وقتها. ليه الكروته؟ يعني حاجات كتير قوي حصلت في اخر حلقه كان ممكن تاخد لها حلقتين 3 تانيين. بس انا لو هقارنه بالسيزون الاول، السيزون الاول يكسب معايا بصراحه. انا السيزون الاول كان عاجبني فشخ واتأثرت بيه جدا. السيزون التاني في حاجات كتير قوي. I'd say no monster's gonna get you when I'm here. Then a real monster showed up. I have to find her. اكتر ارك عجبني في السيزون التاني كان بتاع لم شمل العيله من الاول، اللي هو كانت ايشا وفاي وجينكس وفاندر، وكان كده في امل، فاهم؟ يعني يمكن هو ده اللي ده عجبني بسبب ان هو تحس كان العيله اتلمت تاني والحياه رجعت جميله بس. انما اول ارك ما كانش احسن حاجه، والاخير ده احداث اتحرقت فيه جامد قوي بسرعه رهيبه. شخصيتي المفضله طبعا انا قلتها مره والتانية والتالتة، فيكتور قلبي، عم اعمام المنطقه كلها. انا حابب شخصيه فيكتور بصراحه. اكتر مشهد حبيته في اركين اول وتاني عموما المشهد لما فيكتور عالج رجله واول مره كان يمشي عليها من غير العكاز بتاعه طلع يجري. ده بالنسبه لي من افشخ المشاهد، من احسن المشاهد اللي حصلت في اركين بصراحه. ممكن عشان انا حابب فيكتور فده احسن مشهد بالنسبه لي، بس هو مشهد جميل جميل جدا. واكتر حاجه عجبتني في السيزون التاني بصراحه المشاهد بتاعت جينكس وايشا مع بعض. ان جينكس فاهم كانت شايفه نفسها وهي صغيره فيها، يعني اللي هي فاهم، عارف انت، هي كانت عايزه حد يعملها زي ما هي كانت بتعامل ايشا. المشاهد دي كانت بجد كانت من اجمل المشاهد اللي انا كنت حاببها في السيزون التاني عموما. بعيدا بقى عن المشهد اللي ملوش اي 60 لازمه بتاع فاي وكيتلين، اللي اصلا يعني اللي هو حتى مش وقت مناسب، فاهم، لمشهد زي ده.
انتوا في سجن وجينكس خرجت ودي كانت يعني ليه يبقى في مشهد زي ده في الوقت ده؟ يا عم هنفترض ان عادي يا عم اي حد يعمل اللي هو عايزه ودوس يا عم واحد وواحده يا عم اي حاجه، بس ليه يبقى في مشهد في الحته دي؟ مش منطقي خالص، مش منطقي خالص فشخ. اللي هو فاهم احنا هنحطها هنا وخلاص، دي حاجه برضو حاجه مستفزه فشخ. احنا عايزين نوصل رساله هنحشيها بطريقه معينه برضو حاجه، فاهم؟ دي من من الحاجات اللي فقع السيزون 2. تحس ان في رساله وحاجه كده عايزين يحطوها ملهاش اي لازمه، ممكن نتغاضى عنها بس فاهم هنحطها، هي دي هتتحط وخلاص. فانا من وجهة نظري يركزوا على المسلسل وعلى القصص والحاجات المهمة، ويراعوا ان في اطفال ممكن يبقوا بيشوفوا اركين بس. يعني دي الحاجة اللي انا حابب اوصلها لو المسلسل عايز يبقى ناجح ويكمل فعلا. ايش شجرة الساحة؟ انا متدخل عشان اخد عن زرعة جانب العيوب او جانب النظريات والاسئله. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي. انا سيفدراج الاديتور بتاع زرعة، لو ما حدش فيكم عارفني متدخل في الفيديو ده عشان اقول الكلمتين دول. انا كل اللي هتكلم فيه 5 نقط اساسيين جدا، انا نفسي افهمهم منكم في التعليقات. لو حد عنده شرح يجاوبني، او احنا بقى نروح كلنا بال5 اسئله دول نسال رايوت جيمز. اول حاجه خلينا نرجع لاول حاجه في المسلسل خالص، هو ان فيكتور هو اللي كان قابل جيس علشان يديله الرونز اللي تخلي جيس نفسه يعرف يوقف خطة فيكتور انه يكون شرير ويتحكم في العالم. In all timelines, in all possibilities, only you can show me this. فكل السيناريوهات فشلت بما فيهم السيناريو بتاع رون الاكسلريشن، الا باستثناء ان ايكو جه حل الموضوع في الاخر. That device can't be. يعني كوينسيدنس انت حليت الموضوع في الاخر في المسلسل، في نهاية المسلسل بعد ما عملت كل ده انت جيت في اخر المسلسل حليت الموضوع بالمصادفة وقوة الصداقة. دي كروته في النهاية، قوة الصداقة والمصادفة. تاني حاجة انت عندك القفازات بتاعة فاي دلوقتي، ما بين كل مشاهد التركيب وصناعة الآلات بتاعة الأسلحة الهكستك من جيس، كان بوابة الهكستك بتاعة القفازات بتاعة فاي كانت دي أهم حاجة مركزين عليها، إنها بتتقفل بحرص. معنى كده إنها مش سهلة الفك، معنى كده إن فاي تقدر تقاتل براحتها بالقفازات. إيشا فكتها بسهولة في مشهد، وفي المشهد التاني جينكس انتحرت بيها لما خبطتها. انت كاتب السيناريو كده ازاي؟ يعني ازاي السيناريو بيقفل معاك هنا؟ مش منطقي ان السيناريو بيقفل معاك هنا. الحاجه الثالثه انت عايز تقول لنا ان جينكس عايشه، ليه جايبها لنا ايستر ايج؟ ليه مش جايبها اساسيه؟ ليه جايب ايستر ايج ان جينكس عايشه؟ يعني انت اهتميت زي ما زرعه قال تحط لنا مشهد فوق الدقيقه ولا دقيقتين ولا 3 دقايق ملوش معنى، سياقيا غلط قبل ما يكون بالنسبه لنا احنا دينيا ومجتمعيا غلط، انت جايبه في سياق غلط ومبديه على حساب انك تقول لنا مصير الشخصيات ايه. يعني كلنا مقتنعين ان مصير شخصيه ايكو انه رجع العالم بتاعه وعاش حزين وبيدور على باودر بتاعته، كلنا مقتنعين ان هايمردينجر رجع للباندل سيتي ده اذا كان في حاله مات، بس محدش فينا يعرف جيس وفيكتور فين. ماتوا، رجعوا لاجسامهم، رجعوا للماضي يحلوا الموضوع، محدش فينا عارف فين جيس وفيكتور. فهو اهتم في الحلقه السابعه قوي ان هو ايه، يجيب لك العالم الجميل العالم الحلو، يبهرك بالالوان وبعلاقه ايكو وجينكس، عشان يجي في الحلقه التاسعه يكروت لك الدنيا بايكو، اللي هو خلاص انت حبيته وهو بقى البوي سيفيور وبتاع ده، انت جميل قوي، لا حل لي الموضوع وانا هتقبل، انا هقبلك. لا غلط، السيناريو فيه خرم. السؤال هنا ليكو وعايز رايت جيمز تجاوب عليه، او عايز حد يجاوب على السؤال ده، ليه امبيسا ماتت؟ يعني في انهي عالم لسه امبيسا تموت؟ امبيسا هجومها كله على المكان ملوش معنى، فبلاش. هو هجومها ليه معنى يا عم، وكانت بتساعد وكانت بتعمل من سنجة جيش وبتعمل كل ده. امبيسا ماتت ليه؟ طب السؤال التاني، اللي قتل امبيسا بنتها ميل ولا ليبلانك البلاك روز؟ ده برضه ما عرفناش اجابته، وما عرفناش اجابه ليه اصلا هي اتقتلت. مفيش مبرر درامي لموتها، ده غير ان مفيش مبرر درامي لموت شخصيات كتير ليها اسم وليها دعم وليها كلام في الشخصيه، وعيش شخصيات كتير مفيش مالهمش اسم اصلا، وما كانش ليهم فويس لاين زي الراجل السمكه الخضراء ده. انا بتكلم زي زرعه دلوقتي. في مشاكل كتير في اركين 2 مش من حته ان هو مسلسل
حلو او وحش. حته ان اركين 2 نهايته لغت المسلسل تقريبا، بلغت كتير من لور شخصيات كتير مش مهمه، دي اساسيه في تكوين عالم ليج اوف ليجندز نفسه. ابسط مثال على كده هي الرابط ما بين بليتز كرانك وفيكتور. فيكتور كان الماشين هيرالد، كان شخصيه شريره، بس كان شرير بالنسبه لبلتوفر، لكن بالنسبه لزون هو كان الماشين هيرالد، هو كان قادر على مساعده الناس عن طريق الالات بتاعته. ممكن كان هو شرير بس كانت نوايا طيبه. لكن اللي حصل دلوقتي ان فيكتور بقى ساحر، بقى ميج. مين بقى اللي اخترع بليتز كرانك؟ مين اللي ساعد في اكتشاف الكلوك وورك؟ مين اللي عمل اغلب الحاجات اللي ليها علاقه بالالات في عالم رونتيرا اللي كان المفروض فيكتور هو اللي عاملها؟ دي حاجه. الحاجه التانية، كميل دلوقتي هي وايا كان مين بيستخدم هيكستيك هو ما بقاش ليه وجود. احنا الهيكستيك اتحول بقى لماجيك، الهيكستيك ما بقاش تكنولوجيا وصناعه، الهيكستيك هنا بقى سحر. وفي نهايه المسلسل الاركين المفروض ان هم اكتشفوا ان الهيكستيك حاجه سيئه جدا، فلازم نهدها وندمرها. ثم يعني كده الهيكستيك اتلغى. طب مش فاهمين. هو فالسيزون الاول زي زرع بيقول حلو وجامد ومليان للاخر، السيزون الثاني مالطا يا جدعان بامانه. السيزون الثاني تاخد منه مزيكا ورسم، لكن سيناريو وقصه وحبكه ونهايه حلوه للاسف السيزون الثاني خايش خالص. سيبكم مع زرع. بس كده مش عايز اطول عليكم بقى. لو هقيم السيزون الاول هديله 9، السيزون التاني هديله 7. ده تقييمي للسيزونين. ذات ست. التاني 7 و7 دي كمان يعني بص انا كارمه ويبوص لعلوكم من فوق لتحت. 7 زي الفل. ارشحه لحد يتفرج عليه، واكيد انت لو جيت هنا يبقى انت متفرج عليه اصلا، فما اعتقدش ان في حد هيجي هنا ما اتفرجش عليه. بس لو انت ما اتفرجتش عليه عموما ما انصحكش انك تتفرج. ما تقوليش ليه هو كده، ما انصحكش انك تتفرج، لان هما السيزون التاني هبدوا فيه جامد قوي، وانا ما كنت في هبد كتير قوي ما كنتش حابه في السيزون التاني. ذاتس ات. ده رايي بصراحه، ده رايي المتواضع. انا حاسس ان انا طولت. بص هو ده كل اللي انا عايز اقوله، مفيش حاجه تانية عايز اقولها. تنساش بقى اللايك والكومنت وتقدر المجهود اللي بيحصل. في لينكات دعم تحت، مش لازم تدعم الاستريم، ممكن تدعم اليوتيوب، ممكن تخش تدعم اليوتيوب عشان نكمل ونعمل فيديوهات ونedit ونظبط وننزلك بدل الفيديو 2 و3 و4 في الاسبوع، وتاخد كونتنت محتوى. بس ايه كل اللي عليك تعمله لايك كومنت، لو ربنا كرمك ادعم. شكرا، مش عايز حاجه تاني. يلا اعمل حاجه، توكلت على الله. اتاكان اسمه اتاكان 20-minute mark and بيسبون ايه بيسبون في الدقيقه 20 can appear in the river close to either top or bottom lane where ده ايه المكان الغبي بتاعه ده يا اسطى؟ ده كده الجنجل هيجانك ازاي؟ طيب يعني انا لو جنجل he spawns اجانك will be منين؟ determined انا لو جنجل اروح فين؟